تخيل معايا شي صباح تفيق وتمشي تحل روبيني وما يخرج لك والو، وتبغي تاكد وتحل الباب ديال داركم وتخرجوا تلقى جيرانكم تا هما تيغوتوا ونفس الحاجه، وتشعل التلفازه ديالك وتلقى في الاخبار كيقولوا بان الماء تقطع في المدينه ديالك. باش غادي تحس وكتشوف ولدك الصغير كيبكي بلا عطش، خاصك تعمر ليه الرضاعه ديالو بالماء، وكتهبط عند مول الحانوت وكتلقى عليه الصف كاع عباد الله باغيين يشربوا الماء الصالح للشرب، ومول الحانوت كيقول لهم ما بقاش. باش غادي تحس بالله عليك واش هذا الشيء قريب لشي حلمه خايبه ولا واش هذا الشيء بعيد على الواقع وقريب من الخيال؟ كلشي غيقول لي اليوم عندي لكم اخبار خايبه، يمكن نقول لكم وصلنا لواحد الوضعيه خطيره جدا. محنين شويه في الماء، ما الباين ما عندنا ما تاكل. كاين اللي خسر شله فلوس في الارض ما جبد لا ما لا والو. اختار الواد ما عندنا ما ناكلو كذبوا ربي. اليوم باذن الله بالارقام غادي نكشف لكم على اخطر واكفس ازمات ماء كتعيش البلاد ديالنا في هذه العقود الاخيره. اول حاجه خاصكم تعرفوا بان البلاد ديالنا كتعول بشكل اساسي على الامطار ديال الله سبحانه وتعالى. الاقتصاد ديالنا معولين على الشتا، فاش كتصب الشتا كيكون العام زوين والاقتصاد كيطلع، حيت الاقتصاد ديالنا كيعتمد بشكل كبير على الفلاحه، والفلاحه كتشكل 20% من الناتج الداخلي الخام. فبالنسبه للماء الصالح للشرب هو هذاك اللي كيجي من سياسه السدود اللي كان بداها الملك الراحل الحسن الثاني الله يرحمه في الستينات، وكمل عليها الملك الحالي ديالنا وطورها محمد السادس الله ينصرو. ودابا كل ما كانوش هاد السدود غادي نموتوا بالعطش، ما كنزيدش فيه وما كناش غنكونوا وصلنا لهذا المستوى الفلاحي وكنصدروا مطيشه وعندنا الخضار والاسواق ديالنا متنوعه فيها الاختيارات. المغرب فيه 149 سد ومازال كيبني سدود جداد. القدره ديال التخزين ديال هاد السدود كاملين 19 مليار متر مكعب. 2021 تبناو 4 ديال السدود جداد بقدر مليون متر مكعب، وكاين خطه ديال بناء سدود جداد بين 2020 و 2027 باش ندوزو من 19 مليار ديال التخزين ل 27 مليار متر مكعب ديال التخزين. وهاد السدود بكل بساطه كيخزنوا الماء ديال الشتاء، ما يضيعش داك الماء كيتجمع في دوك السدود وكنستعملوه. وهذا الشيء علاش الا ما كانش الشتاء راه ما لا يقل والو، ولا كان الصهد داك الماء اللي فيهم كيبدا يتبخر. الكره الارضيه كتبدل وهذا الشيء اللي جاي ما كيعجبش اكثر من هذا الشيء اللي حنا عايشين فيه اليوم. بين 1945 كنا كنخزنوا 12 مليار متر مكعب، كان هذا هو المعدل اللي كنحتاجو ديال 980 وكنا كنخزنوا 12 مليار. في 10 سنوات الاخيره هبط ل 7 ديال المليار مكعب. 2017 هبط ل 5 ديال المليار، من 12 ل 5. وهاد 3 سنوات الاخيره وصلنا ل 3 مليار متر مكعب هما اللي عندنا. يعني القضيه غادا وكتنشف، الماء غادا وكيقلال، وداك الشيء علاش الشبح ديال العطش وديال قطيع الماء بدا عاوتاني. هاد الشيء راه ماشي الضحكه الاخوان، غير في مده ديال العام الاحوال نقصوا ب 67. فالخطر الاخوان بدا كيدق هي وضعيه مزريه، لان عندنا اقل من 30 مليون متر مكعب في الوقت، لان القدره الاستيعابيه ديال هذا السد 2 مليار و700 مليون متر مكعب. يعني حنا في خطر كبير وكنتمناو ربي يرحمنا وتصب الشتا. داك الشيء علاش خاصكم تدعيو صباح وليل. سؤال شنو اللي وصلنا لهذا الشيء كامل؟ هبطنا من 12 ل 3 وهذا الشيء غادي وكينقص. اول حاجه 5 سنوات ديال الجفاف متابعه وحنا دابا داخلين في الشهر 2 وباقي الشتا والو. ثاني حاجه هي الفلاحه، ولكن فاش كتجبد الفلاحه كيخرجوا لك بزاف ديال عباد الله وكيهجموا عليك، كيقولوا لك الا الفلاحه، هضر على كل شيء الا الفلاحه. وبيني وبينكم كنتفق، حيت كيقولوا لك الا قصتي الفلاحه كتقيس 40% ديال الساكنه ديال المغرب عايشين في القرى، وفي هاد 40% كاين 80% ديال المدخول ديالهم كيجي من الفلاحه. يعني تقريبا نص ديال المغاربه يخرجوا يبداو يغوجوا. لا قصتي الفلاحه يعني لا قصتي هاد القطاع غادي تاكلها ديال بصح اقتصاديا واجتماعيا. وشنو هو الحل؟ الحل اللي غادي نديرو سبقونا ليه بزاف ديال الدول، وحنا دابا بدينا كنستثمروا فيه الزبابل ديال الفلوس. والزياره الاخيره اللي دار الملك محمد السادس للامارات كان اتفاق اللي تسناو على تحليه المياه البحر، وجلاله الملك كيترأس شخصيا اللجنه اللي كتتابع هذا الموضوع. اننا اشتغلنا واعطينا انطلاقه للعديد من المشاريع المهيكله، من بينها بالنسبه لتحليه المياه يمكن نقول لكم بان ان شاء الله هذا الشهر بالنسبه لاسفي وبالنسبه للجديده غيمكن يستافدوا من تحليه المياه. كنهضروا على رؤيه ملكيه ديال 2030 بغينا نوصلوا لمليار و300 الف متر مكعب. تجي غير بتحليه المياه البحر 500 مليون غتمشي للفلاحه، و50% اللي بقات غتمشي للماء الصالح للشرب. يعني هذا غيكون من الحلول الجذريه باذن الله باش ندوزو من سياسه السدود لتحليه المياه البحر. وعلاش ما نجمعوش بيناتهم بجوج؟ وعاد كاين مشاكل اخرين ديال التبذير، لافاج ديال الطوموبيلات الله يسمح ليهم، وبعض الناس كيمشيو يحفروا ابار بلا رخصه الى اخره. واكبر مشكل عندنا هو التعليم. هو بنادم ما مستثمرش راسو في هذا القطاع، وان كنمشيو نجيبوا كفاءات على برا على تحليه المياه البحر. ما عندناش ناس طوروا راسهم في هذا الدومين وسط البلاد، وهذه حتى هي من مهارات المستقبل. هاد التكنولوجيا جديده في بلادنا وغنحتاجوا فيها كفاءات جداد وغنحتاجوا فيها يد عامله، وهذا قطاع حيوي. كنتمناو من الله سبحانه وتعالى يرحمنا في القريب العاجل. وبغيتكم تجاوبوني شنو كيبان لكم، اننا غيقطعوا الماء ولا لا؟